شعبي بطريقه عمرو دياب. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده هتكلم معاكم على اغنيه يا قمر من البوم عمرو دياب الجديد، البوم مكانك. نزل كده بقى حبه حلوين، يلا بينا. النهارده هتكلم معاكم على اغنيه عمرو دياب الجديده، اغنيه يا قمر، جاي من كلمات مصطفى حدوته ومن الحان عمرو دياب نفسه ومن توزيع وسام عبد المنعم. النهارده قلت اطلع اتكلم معاكم كده على الالبوم واقول لكم كده في كل حلقه زي ما انا وعدتكم على كل اغنيه هعمل لكم حلقه جديده. شايف ان هي من الاغاني اللي ممكن يكون عمرو دياب عامل زيها قبل كده كتير. طبعا انتوا عارفين عمرو دياب والمقسوم بتاعه، هتشتغل في الافراح معانا على طول، بس هتبقى زي اغاني عمرو دياب اللي احنا عارفينها، اللي هو الاغاني بقى المقسوم وبيتغزل في واحده وانت نسخه واحده ومش زي اي واحده وانت قمر وانت جميله وكل الحاجات اللي احنا عارفينها دي. اغنيه على فكره دمها خفيف جدا واغنيه لذيذه. الحته اللي عجبتني اكتر لها لو في منك مش عارف كام واحده هيبقوا اهرامات، حاجه زي كده 3 هيبقوا اهرامات. شايف ان الحته دي كانت حلوه، كمان الكلمات فيها مفردات كتير جديده شعبي بطريقه عمرو دياب. شايف ان هي بطريقه الاغاني بتاعته المقسوم بس على طريقه الهضبه. فكره الكلمات كانت حلوه، انا بحيي عليها مصطفى حدوته مع ان انا ما سمعتش اسمه قبل كده او اول مره او اول تعاون ليه مع عمرو دياب، فشايف ان هو تعاون كان موفق جدا. يعني الاغنيه شايف ان هي كلماتها كانت لذيذه، شايف ان عمرو دياب عامل فيها شغل حلو، وحتى على مستوى الالحان اللحن بتاعها برده كان كويس. شايف ان هي اتعمل زيها كتير، يعني احنا سمعنا خلاص مقسوم من عمرو كتير، فعايزين نسمع بقى الجديد اللي هو الهاوس، نسمع بيت، نسمع مثلا حاجه لاتين دراما طبعا. لكن الاغنيه انا شايف ان هي يعني في زيها كتير وهي حلوه، وشايف ان هي اغنيه قويه في الالبوم، مش اغنيه قليله على فكره، بالعكس الاغنيه جامده من حيث المقسوم. تغزل في واحده مش عارف ايه، تشتغل في افراح، هتبقى اغنيه لذيذه. يعني شايف ان هي من الاغاني اللي هتبقى لعمرو دياب هتتسمع الفتره اللي جايه. مش هي دي اللي انا برضو مستنيها، ان انا سمعت الفتره الاخيره مقسوم لغايه لما اتهريت من عمرو دياب مقسوم. شايف ان الاغنيه اقدر ان انا اقيمها وادي لها 8 من 10. الاغنيه كانت لذيذه وكانت عجباني، شايف ان الريتم بتاعها كان لذيذ، كمان الفكره بتاعتها كانت حلوه، كمان عمرو دياب عامل فيها شغل جميل جدا، وعلى فكره هتحبوها قوي، يعني اللي هيسمعها هيحبها. شايف ان هي اقوى حاجه فيها بالنسبه لي انا كان التوزيع وكان الالحان. كلمات انا شايف ان انا سمعت زيها عادي، كان مفرد كده جديد وحلوين على بعض. الاغنيه هي كفكره كمان في زيها كتير عمرو عمل قبل كده مقسوم، مش ده اول مره. كانت بشكل عام من الاغاني الحلوه لعمرو دياب، ومن الاغاني اللي هي ممكن تتسمع كتير وهتشتغل في الافراح. شايف ان هي اغنيه من الاغاني اللي ممكن ان انا ارجع اسمعها تاني بعد كده، مش هسمعها بشكل دايم يعني، مش هسمعها على طول، بس هرجع اسمعها برضه. شايف ان هي من الاغاني اللي عمرو دياب كان مركز فيها قوي، كمان اللحن كان عامله بطريقه حلوه، كمان اللحن كان فيه تيمه مختلفه ولذيذه من عمرو دياب، ملحن من زمان ودايما بيبقى ليه برضه اللمسه بتاعته على الالبوم. وطبعا ده غير رؤيته، ده غير كمان على الالحان اللي هو بيقدمها في الاغاني بتاعته. البوسترات كانت حلوه وكانت عجباني. عندي بس ملحوظه ان البوسترات كلها صيفي، احنا دلوقتي في الشتاء، البوسترات دي قديمه شويه، يعني مش مناسبه للوقت الحالي اللي احنا فيه. الناس اللي مركزه بشكل جامد ومتابعه عمرو دياب وعارفه البوسترات ازاي تبقى مع الالبوم، شايف ان هي فكره ما كانتش موفقه. الصور حلوه، وعلى فكره البوسترات جميله جدا من تصوير المصور كريم نور. كريم نور من الناس الكريتيف جدا في شغلهم. وده اللي كان عندي النهارده. لو انت استفدتوا وشوفوا اشترك فعل زر الجرس واعملوا لايك عشان كده محتوى قدامه اكتر واكتر، وشاركوا في كل مكان لكل اصحاب قناه. ما تنسوش انا عايزكم تقولوا رايكم في الاغنيه، وقولوا الاغنيه كانت عاجباكم ولا ما كانتش قد كده، وشايفين ان هي من ضمن الاغاني الهيت لعمرو دياب في الالبوم، ولا هتبقى اغنيه اتعملت كده وخلاص. برضه انا عايز اعرف رايكم، وقولوا رايكم في الكومنتات تحت. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. سلام.